مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. روتين جديد ونصيحه جديده من القلب. توحشتكم بزاف بزاف، بصح قبل ما نبداو الروتين تاعنا لنهار اليوم، نتمنى تجمجموا لي، ديروا لي جام، ديروا لي جام، ديروا لي جام واشتراك في القناه. راكم حقريني بزاف بزاف وراكم راغبين هاد الوصفات اللي راني نديرهم. سيو هاد الوصفات ورجعوا لي بالخبر. ربي يفتح على كل وحده وعلى كل واحد. كالعاده نروحوا نشوفوا بعض الصور اللي لقاوها في مقابر الجزائر العاصمه، ومن بعد نرجع لكم. كما شفتوا هادو هما الصور اللي لقاوها في مقابر الجزائر العاصمه. ربي يشافي كل واحد. وشحال من طفله مسكينه تاخر الزواج تاعها وما جاش مكتوبها، غير على جال داروا لها سحر مسكينه. ربي يزوج كل وحده وتهنى في دارها ودار راجلها. نمد لكم اليوم شويه نصائح باش ترقي روحك بروحك في الدار، وان شاء الله ربي يفتح عليك بالنصيب. اولا حبيبتي النيه. قبل ما تبداي ديري النيه في قلبك وعرفي باللي ربي هو الرزاق، هذه مفروغ منها. لازم تكوني ثاني على طهارة، يعني متوضية. تقراي الآيات هذه مسموعة ولا تقرايها مثلا تسمعيها من القارئ، ولا تقرايها انت بصوت مرتفع شوية. تقرايها على ماء، يكون ماء نورمال، ولا الأفضل يكون ماء زمزم. الافضل يكون ماء زمزم، ولا ما كانش متوفر كل وحده وحالتها. دير الماء نورمال تشربي منه وخطره تغسلي به، ماشي كيما الدوش، لا لا، مجرد رشه صغيره برك على الجسم تاعك. انتبهوا على الدرس حبيباتي، باش ان شاء الله كامل تستفادوا وتتزوجوا تتهناو في دياركم، وما نلقاوش وحده تشتكي لنا وتقول لنا ما تزوجش ما تزوجش ما تزوجش، داروا لي سحور. يا اختي ارقي روحك وحدك، ما تستنايش تروح للراقي تمشي 100 كيلومتر ومن بعد الافا من داك تلقايه، من داك ما تلقايهش، من داك يكون مشعوذ ماشي راقي شرعي. ارقي روحك وحدك هكاك تضمني باللي راكي ديري رقيه شرعيه. تفاهمنا؟ كما قلت لكم تقرايها على ماء ولا ماء زمزم وتشربي منه وخطرات تغسلي به. وشنهم الصور هذو؟ سورة الفاتحة 7 مرات، وآية الكرسي خطرة، آية الكرسي كامل تعرفوها، خواتم سورة البقرة، وأيضا عندك سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. هذو كل واحدة تقريها 3 مرات. الآيات الخاصة بالزواج ولا الرزق، عندك سورة الأنبياء وسورة النور سورة الشورى، هذو حفظوهم. سورة الأنبياء الآية 89، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سورة النور الآية 32، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وسورة الشورى الآية 49 50، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. هذو هما الآيات حبيبتي. والدعاء بعد الرقية اللي هو مهم أيضا. يا ربي يا فتاح يا رزاق، افتح لي باب الزواج وارزقني الزوج الصالح اللي يكون سند ليا في الدنيا والدين، واجعل رزقي طيب وميسر، واقطع عني كل مانع يا أرحم الراحمين. دومي على الرقية حبيبتي يوميا لمدة 21 يوم إن شاء الله، وربي يفتح عليك بيبان الخير ويزوجك بزوج صالح بإذن الله يا فتح يا رزاق. هذه دعوة من القلب حبيبتي. وكاين بعض العادات لأول مرة في القناة تاعي راح نتحدث على هذه الأمورات. وما كان له تجي وحده تقول لي راهو سحر ولا لا لا، ولا ما ديروش هاد الصوالح راهم سحر. انا نمدهم لك وكل وحده ونيتها. انا نمد لك واش كانوا يديروا امهاتنا بكري، وكل وحده ونيتها. واذا كانت النيه تاعك ترقي روحك بهذا العفايس مرحبا، واذا كانت النيه تاعك هي مجرد سحر، ربي العالم واش كاين في القلوب. انا كي مديت لك هذه النصيحه ولا هذه الوصفه، مديتها لك على اساس انه الامهات تاوعنا والجدودنا كانوا يديروها وكانت تصدق لهم. انا نمدها لك وانتي دبري راسك. انا هذه ماشي شرك، والحمد لله انا مراه تقيه ومراه تخاف ربي سبحانه، ونعرف واش معناتها الشرك، ونعرف واش معناتها الطلامس، ونعرف واش معناتها لا مش معناتها السحر. معناتها هذو العفايس اللي نمدهم لك هذو خاطيين كامل سحر. سمعوني البنات، بكري كانوا الامهات تاوعنا يروحوا عند وحده يسموها القناويه. كاين بزاف بنات راهم يتفرجوا فيا ما يعرفوش واش ما عندها القناويه هذه. القناويه هذه مراه كبيره ومعروفه برزانه تاعها، وتعرف بعض الادعيه والاذكار. القناويه هذه كانت ترقي البنات وتسرح الرزق وتفتح البيبان. كانت طفلة
بكري، كانت الطفلة مثلا تغتسل بنية الطهارة بالماء طاهر، تلبس قندورة نظيفة تكون بيضة ولا في الغوص، يشعلوا لها عود الند ولا الفاح، عنده ريحة هايلة البنات. القناوية هذه تبدا ترقي، هي رقية ماشي زعما حاجة واحدة أخرى. تبدا ترقي تقرا سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذاتين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تزيد تقرا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. تنفث ولا تنفخ نفخة صغيرة على كوب ماء وتقول عليه هذا الرقية، ولا حبات قمح ولا شعير. الطفلة هذيك تشرب شوية من هذاك الماء والباقي تغسل به كل مرة، كل خطرة في سمانة. والقناوية هذه تقرأ دعاء اللي هو اللهم، اكتبوه البنات اكتبوه وان شاء الله ربي يفتح على كل وحدة. تقرأ اللهم سخر لعبدتك فلانة، عندها تذكر الاسم تاعك، سخر لها زوج صالح وارزقها بالحلال وافتح لها بيبان المغلوقة، آمين يا رب العالمين. نمدلك ملاحظة صغيرة حبيبتي، شوفي هذه الأمور فيها النية والدعاء، ماشي السحر ولا طقوس شركية. إذا كانت الرقية بآيات من القرآن الكريم وبدون خرافات فهي مقبولة شرعا، لكن لازم تكونوا واعيين وما تتبعوش أي وحدة، خاصة إذا دخلت في الأمور الغريبة ولا طلاسم وغيرها. هذا هما النصائح تاعنا لنهار اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منهم ولو بالقليل. جمجموا لي حنونات، ديروا لي الجام والاشتراك في القناة باش تكبر القناة تاعنا، ولا غراني نتعب بزاف باش نجيب لكم هذه الوصفات. ماشي حاجة سهلة، تحسبوا بلي حاجة سهلة، ما راهيش حاجة سهلة. ما نحبش نمد حاجة ماشي افيكاس، نحب نمد لكم حاجة تجربوها جداتنا ولا حاجة من الرقية الشرعية. ربي يرزق كل وحده ان شاء الله بالزوج الصالح، والمره الجايه ان شاء الله نجيب لكم وصفات مجربه للعقم، بزاف بنات طلبوها مني ونستفادوا منها كامل. نتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله، تهلاو في روحتكم والسلام.